اوعدكم لو جربتوا طريقتي في عمل سندوتشات شاورما اللحمه المصري الخطيره دي هتفكروا تفتحوا المشروع الخاص بيكم. اول حاجه هنجيب كيلو من اللحمه، لحم البفتيك او لحم من وش الفخده، وهنقطعه شرايح رفيعه بالشكل ده، وهننزل عليها بميه بصله نكون عصرينها كويس جدا، معلقه من الخل، كوبايه من الزبادي، وهنزود مجموعه من التوابل هكتبها لكم بالتفصيل في الكابشن، فيها بهارات لحمه وفيها بابريكا وفيها توم وبصل باودر، هكتب لكم كل حاجه بالتفصيل تحت الفيديو. هنقلب الكلام ده كويس جدا وهنسيبها في التتبيله اقل حاجه 3 ساعات علشان تاخد طعم حلو كده وتشرب التتبيله كويس. هنجيب الطاسه التقيله بتاعتنا او الجريل وهننزل بقطعه من الليه، وهو ده السر اللي هيديكوا نفس طعم سندوتشات الشارع. اول ما الليه بتاعتنا تبتدي تسيح كده هننزل باللحمه بتاعتنا جزء جزء، واول ما تشرب ميتها وتبتدي تتحمر هننزل ببصلايه كبيره متقطعه جوليان، عليها شرايح من الفلفل الرومي، اديهم دقيقتين، وهننزل بعديها بمكعبات من الطماطم، وهنقلب الكلام ده كله. واهم سرين واللي بيدوا طعم خطير، نص حزمه من البقدونس مفرومه وعودين كده من النعناع الاخضر، ده بيدي طعم خطير وبينقل طعم الساندوتشات بتاعتنا في حته تانية خالص. هاتوا العيش الكايزر بتاعكم الطازه وسلطه الطحينه وامسكوا كده الساندوتش وملوه بالشاورما بتاعتنا الخطيره اللي ريحتها بجد تحفه، وغرقوها كده بالطحينه. مش قادره اقول لكم قد ايه طعمها خطير، وكل اللي بيدوقها بيسالني على الطريقه، وطبعا انضف واحلى بكتير من اللي بنجيبها من بره. جربوها، انا متاكده هتعجبكم جدا.